السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا أصدقائي؟ عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن التمرين رقم 39 في برنامج الإعداد العام الخاص بالناشئين من أول فئة 11 سنة إلى فئة 15 سنة. قبل ما ننفذ البرنامج وقبل ما أتكلم في الوحدة التدريبية بتاعت النهاردة، في نقط مهمة بحب أتكلم فيها كل مرة ولازم الكابتن ياخد باله منها علشان يتجنب أي مشكلة يقع فيها لا قدر الله. أول نقطة مهمة جدا، لازم السباحين اللي معاك يكونوا عاملين كشف دوري ومطمن على حالتهم الصحية ومتأكد إن أنت لو اشتغلت معاهم على حمل بدني ده مش هيأثر عليهم تأثير سلبي. النقطة التانية والمهمة، إن السباحين اللي معاك لازم يكونوا عارفين يعني إيه دريلات وعارفين جميع مهارات العومات من الهاي تكنيك والدخول والخروج في المية. الدريلات كمان بتاعت العومات علشان ما يعطلكش أثناء تأدية الوحدات التدريبية الخاصة ببرنامج التدريب. النقطة التالتة والمهمة جدا، إن إحنا قبل ما ننزل نعمل الوحدة التدريبية أو نركز في التمرينة بتاعة اليوم، ضروري قوي إن السباح يعمل دراي لاند ستريتشنج أو إطالات وتحريك للمفاصل والإطالات للعضلات والأوتار. ده طبعا بيساعد إن هو يكون يعمل إحماء وتجنبا للإصابات. التمرينة بتاعت النهاردة تمرينة رقم 39. البرنامج ده زي ما قلت لك قبل كده ده برنامج الإعداد العام. البرنامج ده مكون من 100 تمرينة، ممكن يخدم السباحين اللي معاك ويطور مستواهم في وقت قليل جدا، بس لازم تطبقه بحذافيره من أول تمرينة 1 لغاية تمرينة 100 إن شاء الله. المدة دي ممكن تاخد منك 6 شهور على حسب طبعا المدة اللي متحددة والفئة العمرية اللي أنت بتشتغل عليها. نتكلم عن التمرينة بتاعت النهاردة. احنا عندنا في بيبقى مجاميع أساسية، والمجاميع الأساسية بداخلها مجاميع فرعية. هشرح لك كل تفصيلة في التمرينة وأقول لك تشتغل عليها ازاي وتطلع نتائج كويسة ازاي مع السباحين اللي معاك. ركز معايا يا بطل ويلا بينا نبدأ. التمرين النهاردة عبارة عن ورم اب بري مين من ست فيها 3 مجاميع، والريكفري عبارة عن 100 ايزي، والتوتال النهاردة 1900. فالتمرين ان شاء الله النهاردة كويسة وقوية. ركز معايا يا بطل ان الورم اب 400 متر، السباح بينزل يعمل 16 مرة رايح جاي فيها 15 تيرن فيها 16 ستريم لاين 16 بريك اوت. مهم جدا ان السباح يركز في المهارات اللي هو بيعملها اثناء التسخين، لان ده طبعا بيدخله في التناغم مع الوسط المائي، وبيخليه يفصل بقى ما بين الحياة اليومية وما بين الحياة أو التمرين. بنركز فيه إن هو الترنات بتاعته تتعمل، الستريم لاين بتاعه يتعمل، هيعمل الحرة بتاعته كل 3 نفس. يركز في الهيد بوزيشن والبادي بوزيشن، يركز في التيمبو بتاع الدراعات، تيمبو الرجلين، الشدة لازم يكملها للآخر، شكل العومة بشكل عام بتكون عاملة ازاي. كل النقاط دي مهمة جدا ولازم نقول للسباحين عليها. أما ال50 باك مهم قوي اللي هو البادي بوزيشن، مهم قوي الرولينج، مهم جدا مستوى النظر، مهم جدا التايمنج بتاع الدراعات، مهم جدا السايد كيك لازم تكون موجودة عند السباحين. الحاجات دي كلها لازم السباح يركز فيها، والكابتن يكون واخد باله ان السباح لو بيعملها غلط او عنده مشكلة مثلا يحاول ان هو يقول له خد بالك يا بطل انت بتعمل المهارة او العومة دي غلط، خد بالك وركز علشان تطلع افضل نتيجة. عندنا البري مين يا شباب عبارة عن 8 في 25 حرة دريل، 90% الشدة والراحة 30. زي ما قلت لكم قبل كده ان البرنامج في تمرينات او في وحدات تدريبية بيكون بيتكلم عن المتنوع في مثلا 8 في 50 او 4 في 50 متنوع. ولكن كل تمرينة احنا بنشتغل هنا على الحرة، فاعمل حسابك ان السباحين اللي معاك ضروري قوي اشتغل معاهم على دريلات كتيرة عشان تحسن اداء العومة. ف8 في 25 عندك الراحة 30 ثانية، تقدر تشرح الدريل وتقدر تغير في الدريلات، وكل ده طبعا هيطور السباحين اللي معاك وينمي قدراتهم الذهنية والبدنية، وهيخليهم ان شاء الله يتطوروا بشكل ملحوظ يعني. المين سيت عندنا النهاردة كيلو 200. الكيلو 200 عبارة عن 4 في 200 على الحرة. آخر 50 بس بيلد أب السترونج فينش، الريست بتاعنا دي. التمرينة دي هي مش متكررة، ولكن هي التمرينة دي عايز أقولك إن هي ممكن تكون ثابتة بشكل مثلا تمرينتين 3 علشان ليها تارجت. التارجت بتاعها بيقول إيه؟ بيقول إن لازم القياسات بتاعتك تظبطها، تظبط القياسات بتاعتك في او التايم بتاعك في الورم اب، تظبط التايم بتاعك في البري مين، تظبط التايم بتاعك في المين سيت، وتركز في السبرنتات اللي موجودة عندك في التمرين. طيب 4 في 200 السباح هيعوم 150 مش ايزي، بس هيعوم 150 بشدة قليلة، وهيبدأ يركز في البيلد اب من اول ال50 الاخيرة. 50 الاخيرة يبدأ يزود السرعة بتاعته لغاية لما يوصل ان السرعة
ال 12 متر ونص الاخاره الفينش بتاعهم يكون قوي جدا. وده مهم قوي ان السباح في الفينش ما ياخدش نفس في كاتشات ورا بعض، ضربات رجلين على اعلى ايقاع. التاتش بتاعه مهم جدا. بنوطي راسنا، بنحافظ على النفس بتاعنا، بنخش على الحيطه باقوى حاجه عندنا. الريست بتاعنا دقيقه. السباح لازم يفهم فيه الأخطاء اللي عملها، لو كويس بتقول له كويس، لازم يسمع تايم في 150 وتثبت له التايم ده، والسرعات بتاعته يكون فاهمها، عارف يعني ايه ايزي، عارف يعني ايه مودريت، عارف يعني ايه سترونج. كل الكلام ده السباح لازم يكون عارفه بشكل كويس. المجموعة التانية عندنا النهاردة هي 4 في 50 كيك فري ويز فانز بورد، 90% الشدة والراحة 30 ثانية. ايه الكلام ده؟ قلنا قبل كده، قلنا المجموعة دي هتتكرر معانا كتير قوي، وده هيخلي ان شاء الله السباحين اللي معاك يكون عندهم بيزك كيك، يعني رجلين قوية او رجلين يكون عندهم بيزك للرجلين. يعني ايه بيزك للرجلين؟ يعني اساس قوي للرجلين، رجليه الايقاع بتاعها كويس جدا، وان شاء الله تكون ماسكة مية بشكل كويس. ولكن طبق معاهم المجاميع دي، ده طبعا هيجيب معاهم نتيجة كويسة قوي. لازم تسمعهم التايم بتاعه في 50، وتحاول ان انت تنمي مهاراته، انت تثبت له التايم ده، وده هيكون صعب شوية، بس حاول برضو تقرب له الوقت بتاعه. يعني 4 في 50 لازم كل مرة الرقم بتاعه يكون حافظهم. المجموعة التالتة عبارة عن 8 في 25، 4 على البريست و4 على الباك، ويز دايف فاست 100%، والريست 45 ثانية. مهم قوي يا شباب، زي ما قلت لك، البريست التكنيك بتاع الايزي غير التكنيك بتاع المودريت، غير التكنيك بتاع البريست بالاخص يعني، غير التكنيك بتاع السترونج او السبرنتر. كل ده لازم نركز فيه ونعرف الفرق ما بين ده وده، وشرحته قبل كده وهشرحه لكم دلوقتي برضو. واقول لك ان الدخول بتاع دراعات البريست او اتاك البريست مهم جدا. ان السباح في السبرنت لازم يعمل وسط دولفين، ولو مش فاهمها تديله دريلات عليها عشان يفهمها. ما بيكملش وسط الدولفين، بس بيقفل برجلين البريست، والجلايد بتاعهم بيكون اقل من ثانية او اقل من عدة. ده طبعا مفيش جلايد في البريست، ده بيساعده ان هو يمسك مية، وان هو يكون فورورد اب كويس جدا، والتايم بتاعه ان شاء الله يقل في ال 25. بتسمعه تايم برضو، وبتحاول تشتغل معاه على التايم ده علشان توصل لافضل النتائج. 4 4 في 25 على الباك، زي ما قلت لك، ستارت باك، السيم لاين باك، بريك اوت باك، السايد كيك، الهيد بوزيشن، الروتيشن والكلام ده كله احنا اتكلمنا فيه. خد بالك برضه عشان السيفتي، عشان ما يحصلش عندك مشاكل، قلت لك قبل كده وهقول لك ان الحبل بتاع الباك لازم يكون موجود، والسباح عايم باك بيعد عدد الكاتشات وبيعمل تاتش بايده. خد بالك علشان في سباحين بيحصل لهم اصابات قويه جدا في الباك. الريكفري عندنا 100 متر ايزي، انا بالنسبه لي بفضل 100 متر بتكون باك بريست، ده طبعا بيساعد السباح ان هو يعمل كول داون كويس. النبض والنفس بيرجعوا طبيعيين، وما ينفعش يطلع السباح من الميه وهو تعبان، لازم يريح خالص، يشرب ميته، النفس بتاعه يرجع طبيعي، النبض يرجع طبيعي، السباح يبقى الدنيا معاه تمام، ابدأ طلعه من الميه. لو ما طلعته من الميه وهو تعبان، هيبقى فيه فرصة ان هو ممكن يدوخ، ممكن يحصل له اي مضاعفات. التوتال النهارده 1900، ودي التمرينه كانت رقم 39. تابعني يا بطل، واعرف ان انا كل يوم ان شاء الله هنزل لك تمرينه هتكلم فيها عن الاعداد العام لغايه لما نخلص البرنامج ده ونشتغل على الاعداد الخاص. ممكن نطبق البرنامج ده، وممكن نطبق التمرينه دي 3 مرات ورا بعض. البرنامج ده لازم تطبقه على السباحين اللي معاك اللي عارفين الاربع عومات، عشان مستواهم يتطور ان شاء الله. ولو في منافسه او حاجه، بامر الله هتلاقي نتيجه متقدمه جدا، وفعلا مستواهم هيتحسن. زي ما قلت لك، لو مثلا في سؤال ولا حاجه ابعت لي، انت بتمرن في كام سنه؟ السباحين اللي معاك قياساتهم في ال 25 وفي ال 50 وفي ال 100 وفي ال 200 وفي ال 400 800 1500، بس ما تقيسش على تكنيك غلط. ابدأ اتدرج في القياسات. كل ما السباح يجيب قياس في، يعني مثلا احنا بنقيس على ال 50، جاب ال 50 كويس، هتبدأ تقيس على ال 100، لقيت تكنيك بيقع، ارجع ابدأ اشتغل على الدريلات تاني وركز في البرنامج. بعديها مثلا باسبوعين ولا حاجة ابدأ قيس تاني، هتلاقي ان شاء الله مستواه بيتطور. كل ما يتطور معاك في ال 100 وفي ال 200، ابدأ قيس على اللي بعديها، اوعى تقيس على تكنيك غلط. شكرا لكم يا شباب، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. زي ما قلت لك، اي سؤال او اي استفسار ابعت لي على القناة، وانا ان شاء الله هجاوبكم باستفاضة. السلام عليكم ورحمة الله.